اللي بيسجل للناس مكالمات بدون علمهم خيانة، واللي بيصور الناس بدون علمهم خيانة. ولما تبقى قاعد جنب واحد وتكلم واحد تاني في التليفون وتفتح السبيكر بدون علم اللي بيتكلمه علشان تسمع اللي جنبك خيانة. ولما تجيب واحد جنب منك وقاعد عمال تستدرج منه الكلام وتاخد منه معلومات خيانة. لما تتتبع عورات الناس، شفتش فلانة وشفت فلان، ده كانت رايحة فين، ده كان جاي منين، ده كان طلع عند مين، ده كانت نازلة من عند مين، خيانة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن يوم القيامة قال لك حتى يكثر الهرج، ولما وصف الهرج قال حينما يكون زمان، أقسم بالله يا رسول الله إنه هذا الزمان، قال حينما يكون ذلك الزمان لا يأمن الجليس جليسه. تبقى اللي قاعد جنبك ده ما انتش مأمن له، تبقى قاعد انت وواحد وبتتكلموا في موضوع وفجأة تسمع صوت واحد داخل طب اقفل بقى السيرة علشان فلان جه. هو عمل كده ليه؟ لأنه عارف ان هو مش أمين، لأنه عارف ان هو واحد بينقل أسرار، لأنه عارف ان هو واحد خاين يطلع الكلام بره. وهي دي سبب نزول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إن كان في واحد من الصحابة سمع سر من أسرار النبي، من أسرار الغزو وأسرار الصحابة، وراح بلغها لليهود. هو ده اللي بينا الآن، مفيش كفار بينا بس بنوقع ما بين بعض.